السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الصديقات والأصدقاء. Je vais essayer d'être vraiment très rapide. Alors جاء هاتف، لا ماشي الهاتف، لا واحد الهاتف آخر أنا أعرفه جيدا جدا. هذا الهاتف هذا جا كيقول بأن هاد المضايقات اللي كنتعرضوا لها في هاد الآونة الأخيرة هي مجرد محاولات ديال الإلهاء على المعركة الحقيقية. المعركة الحقيقية ما كايناش عن سرق الزيت، المعركة الحقيقية كاينة هتجي. عما يترفع عنه أيضا الآخر والآخر والآخر والآخر، ياك، وهم يهاجموننا. مرة كيلوح لك الفلاش ديال محمد زيان، و لا استراتيجي هذه اللي مبنية على الإلهاء في الشق ديالها الثاني مبنية على محاولة الإقناع والترافع أمام سيدنا الله ينصر. الوغ كان لزاما عليا فاش تيقنت انه هادشي سا تيان لا روت، سي تو افي لوجيك، لانه هادشي عشناه يا 2 ans. مشينا تلهينا في حوايج اخرين، في معارك شخصيه، دي بروبليم انتستينو، ياك، وخلينا المقعد فارغ ديال الترافع. انه انت عندك الحق تقول، وتا انا عندي الحق انني نقول هداكشي اللي كنفكر فيه، وداكشي اللي كيشغل ليا البال ديالي، وداكشي اللي انا خايفه على البلاد منه، بلادي. داكوغ، دونك تقدر تختلف معايا قد ما بغيتي، تختلف مع كيفاش كندوان ولا كنخسر الهضره ولا داكشي كامل بوحدو، ياك، ولكن الوطنيه الحق وجب ان تجمعنا في لحظات مصيريه. دونك عندنا واحد السيد اللي هو على باز سميتو فيكتور مارتن، اسباني النشأة، جا دخل المغرب، تم استقباله، سبحان الله العلي العظيم، بدل السمية واعلن اسلامه، اصبح سميتو محمد زيان. ومع ذلك فاش كيبغي يدوز في دي كونفيرونس على الشان انترناسيونال كيستعمل في الزوم سميتو فيكتور مارتن. فهمتي كيفاش؟ واش كيتخلى على الاسلام؟ لا نفهم ولا ندري. دونك هاد السيد هذا تبوأ مناصب جد مرموقه بالدوله المغربيه في عهد الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله. بلا ما ندخل معكم في التفاصيل، نقدر نعاود نرجع لها باغ لا سويت. هاد السيد هذا خرج بعد مضايقات كثيره جدا دارها المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، خاصه كان يستهدف السيد عبد اللطيف الحموشي خاصه. علاش؟ لانه مسكين وعلى شرفه تزعط واحد الضابطه معزوله، وهذاك حتى هو موضوع اخر نعاودو نرجعوا عليه من بعد، با سوسي. وهو في بالو وفي مخه بان من انهى هاد قصه حب هكا الملتهبه هو عبد اللطيف الحموشي. هو في مخه انه سي عبد اللطيف الحموشي هو عدو الحب ديال محمد زيان والضابطه المعزوله. وهو كان محمد زيان في مراهقته المتاخره ديال بصح كان يحاول ان يستعرض عضلاته واخا ما عندوش امام واحد المراه باقا شاده في راسها الى اخره، كيحبها وعطاها الكادويات، شي طوموبيل زرقاء، شي هدايا الى اخره. دونك جا بغا يستعرض العضلات ديالو عليها، لا انت يا ضابطه معزوله، بلاتي انا غنتكلف انا بهذاك الباترون ديالك داك الكبير كاع اش يكون، انا سميتي محمد زيان، انا كنت على الحجر في وقت من الاوقات، وتناسبت مع الجيره وتناسبت مع فلان وفلان، انا غادي نربي هذاك خاينه ماليناش. دونك بعد سلسله ديال المضايقات واللي زعما الهم الله سبحانه وتعالى للسيد عبد اللطيف الحموشي الكثير من الصبر،
داكشي باش تنحشمو حنايا بعض المرات اننا نقولوا باننا تنعانيو من التضييق فاش نشوفوا جلالة الملك داكشي اللي كيرسمو داكشي اللي كيكتبوا داكشي اللي كيقولوا كتولي كتقول بحشومه كاع تشكى. داكوغ هاد الوقت هادي وقت خايبه وقال لك علاش نخيابو مثلا باليناش. دونك السيد هذا من غير هاد المضايقات اللي دار والتهشم والتطاول ومحاولة التحقير ديال شكون ديال ولد الشعب. علاش حيت ولد تازة ولد فلاح هو سميتو فيكتور مارتان مزيان ناسب مع فلان فلان والجيرة ودوك السميات ديال كلمة كانت في قديم الزمان. لم يستسيغ انه يقدر يجي ولد الشعب وتعطاه فرصة في هذا الملك محمد السادس نصره الله ويبين الكفاءة ديالو. خاطش كيقول لك هذيك مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لاش لايقة لاش لايقة. وكلهم هادو اللي كيتحاربوا مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ولا مع المديرية العامة للأمن الوطني ماشي كيحاربوا السيد عبد اللطيف الحموشي زعما على اساس الشخص ديالو نو كيحاربوا المنصب ما يمثل الاخلاق ديالو ايضا سا غوليف دو لا بيرسوناليتي اللي خلاوه ما يدخلش معاهم في هذوك لي ميكماك وما يقدروش انهم يستميلوه وما يمشي لا يتغدى معاهم ولا يفطر معاهم ولا يضرب معاهم طاسه ولا جوج ميكسكوز مي سي لا فيغيتي. هما كانوا باغيين شي واحد هكا منطلق وما جاومش على كانتهم ما غاديش معاهم في هذاك الهيس ديالهم. ماشي داكشي ديال انا نعيط للحموشي الحموشي راه شدوا ليا واحد السيد خدام معايا في الطريق كذا وكذا طلقوا عليا. كاينش هاد الهضره هادي في عهد السيد عبد اللطيف الحموشي ما كايناش هاد الهضره هادي هما ولفوها للاسف الشديد سي لا فيغيتي زعما سون فولواغ اوفونسي كيك سو سوا ما عليناش. دونك من غير هاد المضايقات هادو جات واحد الوقت اللي ولا كيطاول فيها على ملك المغرب وهذا هو لو بروسيسوس نورمال. راه كيشوف في الاول كيكون عندهم مشكل مع مسؤول شويه كينقزوا لك الملك كيقول لك علاش انا هضرت على هذا المسؤول هذا والملك ما دار ليه والو بمعنى انه وتاجي واحد القاعده اللي هما تعلموها واللي هي خايبه بزاف وقال لك قطع عاده ولا بلاتي ولف عاده وقطع عاده على هاد السعاده. داكوغ ما ولفوه انه يكثر الغوت على شي حد كيطير. داكشي علاش كثروا الغوت على برا الغوت لداخل خاصو يطير. ولد الشعب ولد تازه ولد الفلاح خاصو يطير ما يستاهلش لانه يفي با بارتي من هذوك لي فامي ارستقراطيك ونوبل وهذاك الشيء واش ما عرفتي شكون انا با ومي. وهذا لو ديسكور هذا تلقاو عند محمد مزيان فاش كيقول لك انا عمرني ظنيت بان الدوله المغربيه تشد ليا ولدي. اويلي ياك حنايا كمغاربه وتقاتلنا كطبقه عامله كشغيله كناس مامنين بهذا الفكر ديال المساواه تقاتلنا على هذه المساله ديال تكريس المساواه بين افراد الشعب المغربي. بس مابقاش تقول لي انايا واش ما عرفتيش شكون انا وانا با وانا مي وانا تقاتلنا على هذه المساله دي وخارج كيقول لك انا ولدي عمرني ظنيت بانه غيشدوا ليا لانه ولدي حيلا هو عنده الكريمه ديال نو شدان بو امبارسكو ولدو غيدير ولا هو شنو غيدير ولا لا ديسوندونس ديالو اور تاكس. فهمتي كيفاش عليناش. كان الملك محمد السادس نصره الله هو كابن بار بوالدته رحمها الله كان إلى جانبها في أيامها الأخيرة ولا في شهورها الأخيرة كان حدا مهمته. هي واحد الحاجة اللي نورمالمون حنا خاصنا نفرحوا أنه الملك ديالنا مرضي الوالدين. انا هي سميتها البركه وحنا نتغناو بالبركه وتنجيو تنهضروا على الكره وتنقولوا حنايا الشرفه. هاد الشرفه هادي منين جات من هاد المواقف. هاد المواقف اللي كيدير ملك المغرب واللي اساسا اللي ما عندوش الخير في والديه راه ما عنده الخير في حتى حد. دونك فهاديك لا بيريود ديال 4 شهور اللي كان فيها ملك المغرب الى جانب امه المريضه رحمها الله لان داك كانت مريضه خرج محمد مزيان في مقاطع راني حطيتهم ونعاود نحطهم لكم الا بغيتو كيطالب فيها ملك المغرب بالتنحي. يا سيدي يطالب ملك المغرب بالتنحي عن العرش.
سمعتي يا سيدي؟ سمعتي على لا؟ خرج يطالب ملك المغرب بالتنحي على العرش. وشي هضره كنت غنستحي انني نقولها لولا ان الامر جلال. واش يقول لك الملك الا ما بغاش يحكم يقولها لينا؟ يجر اون فيديو هكا للشعب المغربي في غياب الملك. وحدين اخرين كيتعاوتوا عندنا كيقولوا لنا الموت الرحيم، راه الملك مريض. انا تنعقل انا على هاد لا بيريود هادي مرشومه عندي انا في جلدي بحجم المعاناه، كيفاش كنا تنتخلعوا تنحاولوا اننا نصمدوا امام الاشاعات وحنا ما عندنا حتى شي معلومه البتة، ولكن كان عندنا الايمان بانه صدى ربي ما غيرزيناش فيه. دونك دوكو خرج باغ لا سويت في ان جورنال اسبانيول، هذيك الانديباندنتي ولا مش سميتها. اش كيقول لهم الملك الا بغى يتص رومانسا ولا عنده مشكل صحي راه ما يمكنش يحكم بالزوم بالواتساب. الا بغى يدير هادشي وسيهضر على الهروب يقوم كيتكلم مع ميديا اسبانيول معروف بالعداء ديال المملكه المغربيه، كيهضر معاهم سبليونيه لانه هو اساسا سبليوني، هو سميتو فيكتور مارتا. واستهزاء وحاول ان يستهزئ من ملك المغرب وان يجرح مشاعره. كيهضرنا على الهروب وعلى الرومانسيه ولا ميمكنش ليه يحكم بالزوم بالواتساب، بينما المغرب بلد ديال المؤسسات كلها خدامه، كل واحد كيدير خدمته. لو روا يسوبرفيزي في المغرب ولا يسوبرفيزي في فرنسا ولا يسوبرفيزي فين ما بغا، ولا يسافر ولا يدخل ولا يخرج ولا ماشي سوقك. انا شي تنعرف. دونك كانت هناك تهم كثيره ما فيهاش اساسا التطاول على ملك المغرب، ما كايناش هاد التهمه هادي، تهم متعلقه هذيك خيتي هذيك الضابطه اللي باغي تبورد زعما قدامها سميتو اقام معها علاقه جنسيه وهي موكله ديالو، سكي ني با ديونتولوجيك كاع بالديفينيتيف، وامام بنتها القاصر معوقه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. باراسوت يخرج مهداوي يخرج بواشي ونقول لك من صور محمد زياد، ولا احد يسال من صور اللجنه المؤقته مثلا. فهمتوا كيفاش؟ المهم يا با دو لوجيك. هاد الناس هادو متخصصين في الكيل بمكيالين. فاش كتكون الحاجه كتخدم المصالح ديالهم كيتناولوها بواحد الطريقه، فاش كتكون واحد الحاجه ما كتخدمش المصالح ديالهم ولا الميولات ديالهم كيتناولوها بطريقه اخرى. لكننا طالما كنا واقعيين فاش كنجي كنهضر لك على الوطنيه ما تنضحكش معاك الاستاذ. انا ماشي الريح اللي جات تديني، انا ما يمكنش انا نسامباتيزي مع واحد تجي تقول لي شيخ المعتقلين، علما ان زعما لو بلو فيو بريزونيي بوليتيك ماشي حتى بوليتيك بريزونيي في المغرب عنده 86 سنه. 2023 صافي تيخدو دابا عنده 89 سنه. سفير ديال المغرب بهنغاريا سابقا. دونك هذا ماشي لو بلو فيو بريزونيي اللي كاين في المغرب، لكنه حتما شيخ الانقلابيين بالمغرب. دابا انا السؤال اللي عندي بالنسبه لشي وحدين كيطالبوا عليهم صيفط لنا واحد خلينا نتلاهاو معاه حنايا في الاخوان الخاوي. هاد الناس هادو اللي كيطالبوا عليه، هادو اللي كنتو طلبتوا عليهم وخرجتوهم، نتوما اللي خرجتوهم، نتوما اللي ضمنتوهم. شنو درتو فاش عمر راضي خرج كيساند حركه جيل زاد ويدعو الى انقلاب في المغرب؟ شنو درتو هذاك عمر راضي تلبسوا عليه؟ والو. شنو درتو مع سليمان ريسوني اللي يطاول على جلاله الملك من تونس؟ ما درتو معاه والو. دابا نتوما قادرين انكم تحملوا مسؤوليه هاد الخاين هذا اللي اساسا الى بيورجي كل ما لي بين ديالو، هذاكشي اللي كان تحاكم على قبله سلام منه في الدار.
كان غيكون خارج دابا حر طليق، الا ان الامين العام ديال الحزب المغربي الحر اللي جا في بلاصتو هو اللي مشى طالع على الوثائق وداك الشيء ديال الميزانيه ديال الحزب، واكتشف بان هناك اختلاس وهو اللي دعاه. وهنا فين كتقاضى الطوابري كيتكوانساو وكيجيهم الشلال. علاش ما قدروش يمشيو للامم المتحده وداك الشيء؟ علاش؟ لانه سان بروبليم ما بين الامين العام للحزب المغربي الحر محمد زيان سابقا والامين العام ديال الحزب المغربي الحر حاليا اللي هو اسحاق شاريه. داكوغ؟ دونك هما بيناتهم كأمناء عامين، وتحكم مزيان وهو يقضي مدته السجنيه. هاد المده السجنيه لا علاقه لها بداكشي اللي تحكم عليه سابقا، اللي فيه عشرات التهم سلام منهم في الضا. دابا هو كيدوز هذاك الشيء ديال اسحاق شاريه، وهادي هي الحقيقه. دونك دابا انا سؤال بغيت نسول انا هادو اللي كيطلبوا عليه. دابا هاد السيد هذا اللي ما طلبش عفو ملكي بحال هادوك مشيتو تلبسوا عليهم ما داروش طلب ديال العفو الملكي، وفي الاخر كيخرجوا كيقول لك حنا اون ريان دوموندي. بحال تفكرني بهذيك اللعبه ديال كيقول لك حين تركبوا قطار التضحيات تذكر محطة من طلب منك ذلك، نحن لم نطلب منك شيئا. مزيان؟ دونك هاد السيد هذا ما مطالبش بعفو ملكي. اش فيها؟ الى طلب الى كتب دار اون دوموند ديال العفو الملكي ما دارهاش. علاش؟ لانه باغي يخرج من الحبس، باغي يخرج باطل. علاش؟ لانه باقي عنده ما يدار، وباقي مش باغي يتلاقى بالبوليزاريو في اسبانيا، وباقي غيتلاقى مع الجزائريين في اسبانيا ولا في شي قنت اخر. هاد السيد هذا النهار فاش شد البوليزاريو تصدمنوا معاه. تخيل معايا البوليزاريو تصدمنوا معاه، ويجي شي واحد انا يقول لي وطني وملكي كيدافع على واحد اللي كان يطالب بتنحي الملك وكيعايروا بالمعرض. يجيبو يقول لي مريض، يمرض ولا يقعد وانا مالي؟ هذاك السيد تشفى ليا في الملك ديالي وعايروا بالمرض. دوك ديكو مرض يموت كاع، انا جوني غيان افوت. خنهضر معاك انا بالحقيقه وبالواقع. ناقص واحد. مزيان؟ هل المغرب يتحمل شي مسؤوليه ديال نو نو هو دابز مع شاريه دخلوا للحبس. ايوا هذاك الشيء ديال التهم، عشرات ديال التهم دوزو كل خراج في حالاتو، ولكن شاريه صحيبو هو اللي تابعو قضائيا. هو خط نازل ليه ولكن دعاه، وخدت النيابه العامه شدها في ديك الدعوه، وهو حقها مشروع جدا وكثيرا. دونك باغ لا سويت يجي ولدو يبدا كيخطط يكولاس فهل سيخال ذلك علينا؟ البتة وجاء التنبيه جاء في وقته كي نذكر المغاربه بمن هو فيكتور مارتن الياس محمد زيان، وكي نتساءل جميعا. هو اللي ان سيغتان مومون هو في الحبس طالبت اسرته والعائله باسبانيا انه يجي يدوز الحبس تماك، بحال كيف ما كيديروا هذوك اللي ماشي مغاربه اللي كينتميو لدول اخرين. الدول الاخرين كيطالبوا بانهم يجوا يدوزوا عندهم الحبس زعما في بلادهم. دونك اسبانيا طالبات به عن طريق عائلته. جوج تقول لي باغ لا سويس هذا مغربي ومعتقل سياسي وشيخ المعتقل. نو شيخ الانقلابيين. هذيك الخليه الانقلابيه اللي كنا كنتكلموا عليها الشيخ ديالها باغيين يخرجوا الشيخ ديالهم، باغيين يخرجوا القائد ديال الريف. ماذا سيقود؟ الله اعلم. ماشي الله اعلم، حنا عارفين ماذا سيقود. يوجد تقول لي بانه هذا الشيء مزيان المغرب. تخيلنا هذا فاش يبدا كيدور في بلدان العالم وكيتقب الصوره ديال المغرب الحقوقيه. واش هذا الشيء كيفيد الحكم الذاتي، التنزيل ديال الحكم الذاتي على الصحراء المغربيه ولا في الصحراء المغربيه؟ ايوا خويا اش من وطنيه؟ علاش انت يداوي بالضبط؟ وانت اللي كدافع عليه باش من اماره. هادو اللي كيدافعوا عليه انا بالنسبه ليا اما هم مغيبون ولا خونه. وبيني وبينكم هي ما هي.